ازيكم؟ انا خاطب بقالي سنة وكتبت كتابي الحمد لله، والفرش بتاع العروسة جه في شقتي وكله زي الفل. المشكلة بقى دلوقتي ان خطيبتي دايما بتعلي صوتها عليا وما بتحترمنيش قدام اي حد. الموضوع ده اتغير من بعد ما كتبنا كتاب. كانت قبل الكتاب كان في احترام وكل حاجة، ولكن اتغيرت تماما وبقت بتعلي صوتها عليا بعد كتب الكتاب. انا هموت واسيبها، ولكن انا دلوقتي خايف من حاجة لأهلها يزعلوا واهلي يزعلوا، عشان خاطر فعلا اهلها ناس محترمين ويشرفوا. وكل ما احاول اراضيها او اقول لها كلمة تراضيها او اطيب خاطرها، اتفاجئ برد فعلها بيبقى قلة ادب وحاجات في منتهى البذاءة. انا مش عارف اتصرف ازاي، وفي نفس الوقت محتاج حد يقولي التصرف اللي هي بتعمله ده اتصرف معاها ازاي، ولا اسيبها وكل واحد مننا يروح لحاله، ولا اسيبها على الله واكمل. فكنت محتاج اعرف من حضرتك ومن الناس اللي عندك اتصرف ازاي في حاجة زي دي. وللعلم كاتب الكتاب انا كاتبه ما بقاليش حوالي اسبوعين، وفاضل على الفرح اسبوعين 3. فاتمنى منك ان انت تقولي اعمل ايه. خليني بس في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تشارك الفيديو وتقول رأيك في الكومنتات. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بص، خليني في البداية اقولك طبعا كرامة البني ادم فوق اي شيء. انا مش بقولك الكلام ده عشان خاطر انت راجل، انا بقول كرامة الانسان، يعني ما قلتش واحدة او واحد. الجواز دايما بيبقى مبني على احترام ومحبة، على مودة ورحمة. فما ينفعش ان يكون من البداية كده. انت بس بالراحة كده. لازم افهمك نقطة. انت بتقول لو سبتها اهلي واهلها هيزعلوا. هقولك على حاجة، هما لما يلاقيكوا ان انتوا الاتنين بتعملوا كده هيردكم على بعض، وفي الاخر زعلهم مش هيفرق معاك في حاجة، ولكن انت اللي هتكمل في اللي انت بتقوله ده. لازم تفهمها في الاول ان لازم يكون في بينا احترام متبادل، مش انتي تحترميني وانا ما احترمكيش او العكس. لا، بكل هدوء خالص كده. انت حاول مثلا تسيبها يومين 3 ما تكلمهاش، ما تردش عليها خالص، تتلاشاها، تعلمها الادب بمعنى اصح عشان تعرف قيمة اللي هي فيه ده، او مثلا تركز في اللي هي بتعمله ان ده بيسيء ليها. وزي ما انت بتقول طالما هي اهلها ناس محترمين ويشرفوا، فاكيد البنت يعني ممكن تكون مثلا كانت مضغوطة الفترة اللي فاتت دي، بحكم ان اي حد في الجواز الفترة الاخرانية بيبقى مضغوط. فهي ما توصلش للإهانة وقلة الأدب، ولكن دي محاولة والله نفعت ولقيتها ان هي اتغيرت والموضوع اتغير تمام، ما لقيتهاش تمام، يبقى كل واحد يروح لحاله.